السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي نتمنى تجاوبيني لي بول تاع الدجاج علاش يجو ناشفين. كريات الدجاج أختي عندهم بزاف حوايج ولا عوامل اللي يخلوهم يجو يابسين. أولا الدجاج تاعك صدر يكون ناشف بزاف وانتي ما ضفتيلوش مواد دهنية. المواد الدهنية اللي نضيفوهم باش الدجاج تاعنا يجينا طري واشنهم هي؟ أولا بيان سور تقولي للجزار نتاعك يبيع لك شوية شحم تاع الكلاوي ويرحيهم لك مع الدجاج، ولا تشري شويه شحم تاع الكلاوي وترحيهم في الدار مع الدجاج. هذه ما عندكش اختي ولا جاتك غاليه، ديري مغرفه نتاع قهوه هذيك شويه كبيره ولا زوج مغارف تاع قهوه نتاع السمن ولا نتاع زبده ولا ما كاش كامل ديري الزيت. هذه حاجه ثانيه. عندنا الرايب ولا الفيتامين سي في اللي جاي في الاحماض كيما لا موتارد، كيما الليمون، كيما البرتقال. هذو كامل يفكونا ولا يفتونا هذاك البروتين اللي يخلي الدجاج عاصي. البروتين كي يكون يعني تكون يعني البروتينات متماسكه مع بعضها يخلي لك الكريات تاع الدجاج ولا اللحم تاعك يجي عاصي. عليها ديري له خليه يتمارينا شويه في هذاك الفيتامين سي اللي هي اناناس ولا تشينا ولا كما قلت لك ليمون. هذو كامل حتى الخردل لا موتارد ولا علاش في باسكو فيه لاسيد سيتريك. ولا ديري اسيد لاكتيك كما قلت لك، لاسيد لاكتيك اللي هي الرايب ولا لا كريم فريش فرomاج فري. عفوا سمحي لي اختي انا شويه مريضه لكن كما نجاوبكش دركا ما نجاوبكش. المهم هذو لاسيد ما تكثرش منهم بزاف، اللي هو لاسيد لاكتيك الرايب ولا لاسيد سيتريك التشينا ولا الاناناس والقارص الليمون. هذو ما تكثرش منهم بزاف يتبدل لك الطعم تاع الطبق تاعك. ديري مثلا مغرفه تاع ليمون ولا تاع ماكله ولا مغرفه نتاع لا موتارد ولا مغرفه تاع ماكله نتاع رايب كما قلنا ولا نتاع فرomاج فري. هذه هي اختي باش يولي لك طري الدجاج تاعك. قلنا الدهون ثاني اللي هي المواد الدسمه باش لو بلون بولي يولي لنا دهني. وثاني كاين الحاجه الثالثه كي تعجني بزاف اللحم نتاعك ولا الدجاج تاعك الا عجنتيه بزاف اختي راح تدفع عليه واحد البروتين واسمه الميوسين، يعني هذه عمليه كيميائيه تدفع عليها. واش راح يصرالو؟ راح يولي مطاطي ويشد روحه، يشد شغل هذوك كامل التركيبه هذيك تشد روحها مع بعضها ويولي مطاطي وعاصي. يعني هذه الاشياء اللي تقرايهم ثقافه عامه تقرايهم تولي تعرفي وعلاش اللحم نتاعك يجيك طري وعلاش يجي يابس. وما تكثريلوش اختي، يعني ما تكثريلوش لا فيتامين سي كما قلنا، ما تكثريلوش الليمون وما تكثريلوش الحليب رايب عفوا، باسكو علاش من بعد كامل يتهرهر ولا كامل يتفتت يولي القوام تاعو شباب كامل. هذه هي اختي. قلنا هذا بالنسبه للحم القطع ولا اللحم المفروم. القطع خليهم مينيموم مده كما نقولوا نصف يوم ولا 3 سوايع يترقدوا في لا ماريناد نتاعهم باش يولوا طرايه. وعندك كي يكون مرحي خليه ساعه باش يتشرب كامل هذاك لا فيتامين سي. تمدلو الوقت باش تتفكك التركيبه عفوا تاع البروتينات. هذه هي اختي. وعندنا العامل الاخير والضروري ثاني اللي هي القلي لمده طويله، يعني تطولي وانت تقلي فيه اللحم نتاعك ولا لي بولات نتاعك. كي تطولي تمدي لهم فوق حقهم نتاع قليان ولا تاع طياب بيان سور راح يبسوا لك اختي، راح كامل السوائل يخرجوا، العصاره كامل تخرج ويبسوا لك وما يجوش كامل بنان. يعني عندهم سيرتو الدجاج ولا هذو اللي يطيبوا. عندك الزيت لازم تكون غزيره، حمام غزير، الزيت لازم تكون مليحه كميه مليحه وين يغطسوا لداخل الكريات. ومن ثم ما تطيبيش على نار قويه، نار متوسطه باش يطيبوا لداخل قبل ما يطيبوا على برا. هذه هي اختي. الدجاج تاعك يجيك طري ما شاء الله تبارك الرحمن. حبيتي تزيدي له لا شافلور الله يبارك باش تضاعفي الكميه وباش تزيد شويه في الطراوه. سينو يا درتي هكذا يعني بالنسبه للناس السيلياكيين اللي عندهم امراض الامعاء ولا عادي جدا تجيهم طري ما شاء الله تبارك الرحمن. تبعي برك التعليمات انت فتي قليتي وفتك المده تاع القلي وخلاص راح عليك الحال سي بون صبتيهم بلي يابسين ما عليش حنونه. شوفي شويه اون صوص ولا رشيهم شويه داخل بشويه لاصوص ولا عاودي تجوزيهم داخل لاصوص ولا ما كاش ديريهم داخل اون بواط ارميتيك علبه محكمه الاغلاق. قسمه يطراو شويه كامل تولي هذيك لا فابور عليهم يطراو لك حنونه وبصحتك. سينو عاودي فوريهم هذيك لا فابور تاع الفوار عاودي فوريهم. كي تفوروا راح يطراو لك بعد ما قليتيهم بيان سور. هذو هما واكيد يعني كيما نقول لك تصيبي حل معايا
وإن شاء الله نكون فدتك، وأي سؤال ولا مرحبا بك أختي، أنا متعبة لكن جاوبتك لوجه الله. السلام ورحمة الله وبركاته.